ألو نعم بابا. كيف بدي يكون؟ والله رح جن. فهمني ليش فوتتني بهيك قصة بابا؟ عم امسك حالي بصعوبة حتى ما احكي، لك ما عم بقدر اطلع فيهم. بابا لو سمحت قلي شو بيعرف هذا الزلمة عنك، بلكي ممكن نطلع من هي القصة. طالما انت خايف من هالزلمة لهالدرجة، وطالما هذا الزلمة خطير كتير كمان، بس فهمني كيف طاوعك قلبك انه يكون عايش مع بنتك تحت سقف واحد. لو سمحت خلاص منه وبأسرع وقت، وإلا ما بعرف امتى بحكي. خبري تحسين بك. هو ناطرك تحت بالمكتب، تفضل. جاهدة؟ انت شو عم تعملي؟ بولانت ماني بحالة بتسمح اني احكي او اشرح اي شيء لاي حدا. وانت كمان شو عم تعملي هون؟ عايشة انا وابني هون بالبيت. تحسين بيك حن علينا وما تركنا بهالمشكلة، لا كان. الله الله. بولانت بيك صار هون. خليه يفوت. ما كنت تأخرت عليك، أنا طلعت فورا بعد ما حكيتني. لا عود. ليش واقفة عندك مثل الفزاعة يا بنت؟ يلا اطلعي وسكري الباب وراكي. صار عندي فضول لأعرف. خير ليش بعتت وراي يا بيك؟ عم أسس شركة جديدة. عن جد؟ إن شاء الله ألف مبروك. منيح أنك ما استسلمت. انت شو عم تحكي؟ تحسين مستحيل ينتهي بسهولة. أنا بورجيهم. مفهوم. طيب أنا كيف بقدر ساعدك؟ بإنك تشاركني بهي الشركة. بالأول رح تكون بيني وبينك. أي موافق، بس أنا شو المطلوب مني قلي؟ بدك تكون جاسوس إلي وتنقلي كل شي بيحكوا فيه بالشركة بالحرف، وحتى كل شي بيحكوا فيه جسور وكورهان. موافق على هالشي؟ أنا جاهز. وأنا ألو، مرحبا، أنا سوهان كورلوداد، حابة أخذ موعد مشان اليوم. لا مو هيك، ما لنا معاينة، مشان عملية إجهاض. طيب، إيه طيب، بكون على الوقت، شكرا كتير.
سوهان؟ شو هالعملية هي؟ شبك جنيتي؟ عمي رفعت، قل له هي رح تكون أول وآخر دفعة بياخدها مني، وإذا بده يبتزني مرة تانية ساعتها أنا رح أتصرف معه بطريقة بشعة كتير، فهمه يا ايه طيب. خير شوفي. كتير ضروري امشي بسرعة، جسور بيخبرك. شوف قليل هالشرف اتصل فيني مرة تانية، قال عنده نسخة عن كل الوثائق. عن جد؟ ايه. يا سوهان شبك انت ما فيكي عقل؟ قولي لي كيف بدك تعملي هيك شيء؟ انا ما رح خليكي تعملي هالغلطة ابدا. اصلا جيته على الحياة اكبر غلط، بالنتيجة هو ما رح يحب هيك حياة. ليش الموضوع والقرار راجع إلك وبس؟ الطفل رح يجي على هي الحياة، انت تأخرتي. لو سمحت لا تضغط علي وخليني انا اللي قرر، ما بدي جيبه. لك انت مو شايف المشاكل اللي ما عم تخلص بنوب؟ اذا جبته اكيد رح يعيش وهو مظلوم. ها؟ صرتي تعرفي شو بده يصير بالمستقبل ما هيك؟ مين قالك انه اذا اجى رح يكون مظلوم؟ كيف رح تكون حياة طفل امه وابوه بيكرهوا بعض؟ جاوبني. لك جسور ما بيكرهك بنوب. اختي هالزلمة لهلا بيحبك وانت بتحبيه كمان. لا سوهان لو سمحتي بترجاكي بس فكري شوي، هاد مانو لعبة، هذا روح. بعرف. تعرفي ومع هيك بدك تعملي هالشي، ذكية والله، بس رح تندمي كتير صدقيني سوهان. لو سمحتي ممكن تسمعي كلامي بس مرة؟ انسي هالقصة، انسيها اختي، انسيها. ما عاد في دفعات ابدا. جسور بيك قال لازم تكتفي بهدول وبس، خدهم وروح. كان لازم يفكر منيح قبل ما يسرق الوثائق، فهموا انه ما يعد حاله الذكي الوحيد، وقول له لا يقلق، هدول بكفوني ان شاء الله. لك افتح وتطلع، بالاول عد المصاري يا غبي. مسيك وقسم هالمصاري يا شريك. ولك الشنطاية طلعت فاضية يا غبي، ما فيها مصاري طلع. ايه بعرف انه فاضية. انت شو عم تقول؟ لك عم تلعب فيني يعني؟ والله بقتلك. اترك الزلمة رضا. أورهان تعال هون لعندي، تعال. جسور شو عم بيصير هون؟ شو عم بيصير؟ هذا كان فخ يا رضا. لا في مبتز ولا في شي من هذا الحكي، ولا في وثائق بالقصة كمان. هذا كان امتحاني لك. امتحان شو بقى؟
امتحان ثقة. أنا بس كنت بدي أفهم شو اللي بدك إياه مني، وهلأ فهمت. جسور، تشفق عليه عادي، بس انت لازم تنتبه كتير. قديش واثق بهالزلمة؟ مالي واثق، بس هلأ بدي أتأكد إذا كان صادق وبنوثق فيه، وليش تقرب مني وشو بده كمان. لازم أتأكد من كل هالقصص. أنت لا تقلق أبدا. شلون؟ خططت لشي؟ رح يخضع الامتحان ب3 خطوات. أول خطوة، بيصلني بريده هو اللي رح يستلمه بإيده. جسور على مدار أغلو؟ أنا تفضل. هاد إلك. يا ترى شو رح يعمل هالزلمة بهي القصة؟ يا ترى بيفتحه ولا رح يجي يسلمني إياه؟ جسور، هذا لإلك. كيف بسلمك إياه؟ لأنه كان مستعجل كتير. خلينا نفرض إنه عرف في وثائق بتضرني بإيد حدا، وهي الوثائق بتجيب مصاري كتير. يا ترى شو رح يعمل؟ شو اللي صار؟ مثل ما توقعت، هو سمعان كل شي. يعني لحقني لعنده، وبعدين لحق أورهان على البيت وفات لهنيك. تمام. هلأ السؤال هو شو رح يعمل بس يلاقيها؟ رح يسلمها للشرطة ولا رح يجي ويحاول ياخد مصاري مني؟ خلينا نشوف. طيب ماشي. الوثائق اللي حكى عنها. خليني اعترف لك انك فاجأتني. حتى كنت بلحظة عم لوم حالي لاني شكيت فيك. طبعا حسيت اني غلطت بحقك لحتى عرفت كل شيء. جسور، بدي البشارة منك. خير؟ اتصل أورهان. شو قال لك؟ رضا راح لعنده وكمان عرض عليه عرض. بينت لي شو ممكن تعمل كرمال المصاري. بينت لي قديشك بتحبها وقديشك مهزوز وانه ما بينوثق فيك بنوب. أنا أنقذت لك حياتك، شو نسيت؟ كنت رح موت بسببك. بهي الطريقة بتوفي ديونك؟ عم تعمل لي فخ من ورا ظهري يا سيد جسور؟ يا ترى إنقاذك لحياتي ما كان لعبة منك كمان؟ أنت كنت وراها ما؟ لحتى تفوت على بيتي وتكسب ثقتي. لك يا عيب الشوم، قد صارت الناس ناكرة للمعروف. ايه، عن جد لازم الواحد ما يخدم حدا أبدا. فتحت لك بيتي ووثقت فيك وشغلتك. مين ناكر المعروف؟ وأنا كتير ساعدتك. أنا من حقي أعيش مثلكن. أصلا كل يلي باقي لي كم سنة وأنا بدي أعيش مثل البشر. هذا ذنب يعني؟ أنت أول شي تعا وتصرف مثل البشر، بعدين عيش مثل ما بدك وأنت حر. الحرية ما بتكون بلا مصاري يا عالم دار أغلو. أنا جيبتي فاضية هلأ، فرح أكون عبد عندكم، وأنت خليتني عبد لإلك، وناطر مني إلك مشكور؟ لك عن جد إنك واحد ندل. وقف، لا ترد عليه، اهدى. أنا ما كان بدي يكون عبد، كنت بدي يكون أفندي، وإجتني فرصة. أنت لو كنت مكاني شو بتعمل؟ لا، أنا ما بعمل مثلك، أنا متأكد. والله الحكي سهل كتير. بدي تقلي شغلة، أنت شي مرة يا ترى عرفت شو يعني فقر يا جسور أفندي؟ نمت مرة بلا أكل؟ لا تجي على مزرعتي بنوب. اعملي اللي بدك يا، أنا ما دخلني، بس ما بدي شوفك مرة تانية.
رح تندم كتير يا عالم دار أغلو. بيوم من الأيام رح تعرف إنك ظلمتني، بس هذا ما رح ينفعك. لك يلا خلصني نقلي على رضاه. مع السلامة. أنا ما عندي شغل مع ناس مثلك. جسور، عم بتصل فيك، ليش ما عم ترد علي؟ خير، شو في كورهان؟ جسور لازم توقف سوهان هلأ. خير كورهان، اليوم عن شو بدي وقفها كمان؟ هي حامل، سوهان حامل.
اللي لي ما عملتيها. أنا بترجاكي لا تقولي إنك عملتي العملية. قولي شي لو سمحتي سوهان. لا أنتي لا ما بصدق إنك عملتي هيك شي بدون ما تخبريني. أكيد أنتي ما بتعملي هيك. أنا ما بصدق هالشي أبدا. عملتيها شي؟ أنا عملتها. أنا ما عاد بدي. أنا لآخر عمري ما رح سامحك يا سوهان. وبحياتي ما رح انسى هالشي لو شو ما صار. جسور يا حلو، قوم يا ملاكي. ليك أنا هون. يلا قوم يا روح قلبي. أمي، هي أنتِ؟ أمي يا عمري، حبيبتي. لك عن جد هي أنتِ؟ ما عم صدق عيوني. اشتقت لك كتير. آخ يا أمي، أنا اشتقت لك كتير يا عمري. اشتقت لك فوق ما تتصوري. أنتي هون؟ أنا ما رحت لمكان حبيبي، أنا هون وهون كمان. أنا آسف كتير يا أمي، سامحيني لأني ما قدرت أحميكي ودير بالي عليك. لا تكمل، انسى، اترك كل شيء، انسى الماضي وادفنه. لا، الندل لازم ياخد جزاته يا أمي. اتركه، عيش حياتك جسور، انسى الماضي. يا ريت فيني، ما بقدر انسى. لازم تفكر بالمستقبل وتنسى الماضي. تمسك بعشقك ابني، اوعى تترك ايد سوهان لو شو ما صار. هي اللي تركت ايدي يا امي، ما قالت لي انها حامل. كنت رح صير اب، حرمتني من هالفرصة يا امي.
يمكن تعذبتي بترباية جسور. ممكن انتي وحيدة؟ ايه ممكن. بس الحقيقة جسور كان ولد كتير حلو. يعني هو ما عذبني كتير. ما كنا أنا وياه مثل أم وابنه. أنا وهو كنا مثل الأصدقاء سوهان. بس التجربة صعبة. تعرفي بشو عم فكر؟ إنه أنا عن جد أم عظيمة لأني قدرت ربي مثل هيك ولد. جسور محظوظ كتير لأنه عنده أم قوية مثلك. عن جد هيك رأيك سوهان؟ تعرفي شو؟ أنا زعلانة كتير على جسور. ما شاف أبوه ولا حتى عرفه. ما تعلم منه شي ولا أخذ الحنان اللازم. أنا عانيت من هذا الشي بس كانت أصعب على جسور. صعب عليه يكبر بدون أب. ابني كمان رح يكبر بدون أب، بعيد عن حضن أبوه. بس جسور ما ترك لي خيار تاني. بتمنى أني أكون أم عظيمة مثلك يا فوغان. ايه كورهان؟ مرحبا جسور. بصراحة أنا ما بعرف وين سوهان من امبارح. قولتك لساتها معصبة مني لأني خبرتك بالقصة؟ يعني جسور بدي أسألك، أنت امبارح لحقتها ولا لا؟ لا. يا الله، ما عم بستوعب سوهان كيف فيها تعمل هيك شي. يعني كورهان معلش ما نحكي بالموضوع، أصلا ما عاد في له معنى. اللي في شي مرة يا صالح، بس شي مرة واحدة طلبت منك شي طلب ونفذته، أو حتى رحت وجبت لي خبر منيح، قلت لك روح لاقي لي الشحاد وتعال خذ اللي بدك إياه مني. كثير صعبة هي يا صالح. تحسين بيك؟ حاجة تقول لي تحسين بيك؟ جبت آخرتي بهالحكي. يعني يمكن الشرطة هي اللي خبته لأنه شاهد. يعني إذا أنت شفته اليوم بالمحكمة فلا تتفاجأ. إن شاء الله مفكر حضرتك إني خايف منه. الكذاب هو اللي بيخاف، وإذا شفته بالمحكمة خليه يحكي اللي عنده وهو عم يطلع بوجهي لنشوف. صباح الخير. صباح النور بابا. شو طالعة؟ ايه بابا، خير في شي؟ لا حبيبتي ما في شي. يعني أبوك عنده مرافعة ومحكمة اليوم، بس شكله مو كتير هامك الموضوع. خلص روحي. بابا أنا رح أجي على المحكمة، لا تقلق. ايه أنا جاي. شايف الحالة اللي نحن فيها يا صالح؟ أخ منك يا رضا، أخ منك يا رضا. والله إذا مسكته لحتى خليه يشتهي الموت. والله رح جن من الحالة اللي وصلنا لها، لك رح جن من هالوضع. واحد مجنون كب حجر ببير المي، 40 عائل ما قدروا انهم يطالعوه. هي حالتنا هلأ يا صالح. بدك مين يفهم هالحكي، بس ما في حدا بيفهم بنوب، كلهم أغبياء.
ما حدا بده يفهم شو عم يصير. عفوا منك تحسين بك. طيب يلا روح. شو بدك؟ صالح اتصلت فيك امبارح، ليش ما رديت؟ رجعت على كورلوداغ، ما كان فيني رد. والله مو عاجبني هالشي. لا تكون عم بتفكر بقصة بنتك وعم بتعاملني هيك بسببها. لو ما دخلت بنتي كان أحسن. ما إلي أي علاقة يا صالح، افهم بقى، أنا مو من مصلحتي إنه تعرف بنتك. مو مشكلة، ليش اتصلت؟ لازم نلتقي فورا. مستحيل، ما فيني اترك تحسين بالمرة. في شي ضروري. خلاص بشوفك بنفس المكان بعد نص ساعة، اتفقنا؟ ايه، شو الأخبار بكورلوداغ؟ شو بدك رضا، خلصني. شو بك صالح، كأنك مستعجل. اليوم في عنا محكمة مشان قضية أمه لجسور. ايه صحيح، اليوم مرافعة كورلوداغ الثاني. يلا خلينا نروح بلا ما نتأخر. يلا. لوين بدك تروح؟ شو انت جنيت؟ الكل في يروح يحضر، وين المشكلة؟ وأنا كمان رايح. طبعا بدي روح يا بولانت. معقولة فوت على حالي شوفة تحسين بيك وهو بالمحكمة؟ كورهان رح يروح يا ترى؟ ما بعتقد. كورهان أضعف كتير من إنه يوقف قدام أبوه حتى لو كان بقاعة المحكمة. أمي شو يعني ما لحقتوا؟ شو يعني ما لحقتوا يا أساتذة؟ بدي التقارير تكون جاهزة بكرة الصبح على طاولتي. أمرك يا بيك. استنى شوي، بدي معلومات عن الأراضي اللي فينا نعمل فيها استثمار، واليوم بتكون على طاولتي. مثل ما بدك يا بيك. مهربان خانو؟ خير كورهان، شايفتك مو على بعضك. انت منيح؟ لو الكل بيلتزم بشغله أكيد بكون منيح. مو رايح على المحكمة؟ محكمة؟ نسيت إنه اليوم دعوة أم جسور؟ يلا خلينا نروح ونشوف كيف العدالة رح تاخد مجراها. قوم. بالناقص بلا هالشوفة. طيب انت أدرى. ابني يا روحي، لسه هلأ غيرت لك. شو هاد اللي عم تعمله فيني؟ ها؟ زعفر لا تشاغب، اهدى. برافو عليك يا روحي، برافو عليك. استنى،
مين هاد؟ الو؟ مرحبا جوليا، كيفك؟ شو صار لك، ما فرحتي؟ توران؟ هذا انت؟ لا تكوني نسيتي صوتي يا جوليا. ماشي، أنا بكرة عندي محكمة، وقال لي المحامي إنه رح يطالعوني لأنه في نقص بالأدلة، فقلت لحالي خبرك هالخبر الحلو. كتير فرحتني توران، والله فرحت لك. الحمد لله على السلامة، إن شاء الله رح يطالعوك عن قريب لك إن شاء الله. والله لو بعرف رح تفرحي لهالدرجة كنت خبرتك من زمان. ماشي، انطريني، بس اطلع رايح على كورلو داغ. جوليا طلعي فيني لشوف. شوفي بقى، ليش هيك مخطوف لونك؟ صالح، أنا عم بطلب منك مصاري بكل رواق، ولازم تجيبهم، وإلا بتعرف شو بساوي. وشو ممكن تساوي رضا أفندي؟ يمكن أنت نسيت يا صالح إنه في شاهد بيثبت إنك أنت قاتل أم جسور. كلب! أنا كان فيني ساعدك لحتى نلاقيه. يعني كأنه أنت ما بتفهم أو ما بتسمع بنوب. شغلي أنا ما بيخصك، هذا شغلنا، مفهوم؟ إيه طبعا، لهيك تركتوه يهرب مو هيك؟ وما عم تعرفوا تلاقوه هلأ. جسور، هاد آخر تحذير إلك، لا تتدخل بشغلي. ليش كنت قافل الغرفة عليك؟ تحسين بيك كان بده وثائق مهمة. وثائق شو؟ مشان الشغل. بعدين انت بدك تفتحي معي تحقيق. يلا انا بابا مستعجل ولازم شوفي، انت نروح. مالك على بعضك. أنا مو طايقة أسمع اسمها لهالحرباية، يعني هي ما بتخجل من حالها؟ أمي اسمعيني، هدي شوي. جاهدة وحدة ضعيفة ما فيها تعمل أي شيء. خليهم يتصالحوا على الأقل من شان الولد. ولا بدك يربى وأبوه مو جنبه؟ إذا البنت ما حكت بيكون ذنبها. سوهان خلص، حاجة ترمي علي كل شيء. أنا اجيت ومشي الحال، وبدي شوفها للبنت وأعرف كل شيء كمان. عم تفهميني؟ لأنه هذا الموضوع ما بيخصك، بيخصني أنا، أمي اللي انقتلت يا سوهان. وبابا هو المتهم الأول كمان. مين ما كان يلي عمل هالشي فهو دمر لي حياتي كلها. أنا خسرت زوجي بسبب هاي القصة جسور، لهيك بترجاك لا تقارن بيني وبينك. الأدوات يلي استخدمت بصنع الصندوق يلي حكينا عنه، ممكن تقلنا شو كان مصدرها؟ سيدي، الصندوق اللي انحبست فيه الضحية تم صنعه بأدوات تأمنت من مصنع سوهان كورلو داغ، من مصنع الزجاج اللي بتملكه حضرتها.